هلو انا كيو وانت هنا في كيوز مود. النهارده هنعمل تشيكن الفريدو باستا بمكونات سهله جدا واراهنك انها هتطلع ألذ من بتاعه المطاعم. يلا بينا نشوف طريقتي عامله ازاي. هبدا لتتبيله الفراخ كده. هجيب صدر فراخ اقطع شريحتين بالظبط، اضيف عليهم شويه كده من الملح، شويه من الفلفل الاسود، رشه من البابريكا المدخنه، اضيف عليهم شويه من الزعتر ونقطه من زيت الزيتون. ابدا امسج الفراخ كده، اتاكد ان هي التتبيله وصلتها من الجنبين. وعشان نشوح الفراخ هبدا اضيف شويه من زيت الزيتون وعليهم حته من الزبده، وبعد كده اروح ضايف الفراخ. اول ما انزل بالفراخ هتبقى النار عاليه عشان تاخد بس وش كده، في نفس الوقت ما تنزلش الجوسز بتاعتها. بعد كده ههدي عليها النار عشان تكمل سوا. لما اتاكد بقى ان الفراخ خدت اللون ده واستوت من الجنبين اروح رافعها وخليها تستريح شويه على جنب. نفس الطاسه وهي سخنه كده هنزل بشويه كويسين من المشروم، بشويه صغيرين من الثوم المهروس، اقلب تقليبه صغيره يا دوب اشم ريحه الثوم، واروح نازل بمعلقه صغيره من الدقيق. اضيف بقى تقريبا نص لتر من اللبن درجه حراره الغرفه، بما ان الرو عندي او الدقيق عندي هو سخن خالص، واروح ضايف عليهم تقريبا نص كوبايه من سلق المكرونه. دي بتدي كده قوام كريمي للبشاميل وبتخليه متماسك اكتر. كده هبدا اضيف مكعب من الدجاج ورشه صغيره من الملح ورشه من الفلفل الاسود. ممكن اضيف شويه صغيرين من الجبنه الموتزاريلا اللي لقيتهم عندي. وفي الوقت كده اللي الصوص بيغلي فيه هبدا اضيف المكرونه، لان انا اوريدي سلقتها 70% سوا. اقلب كويس، خلي بقى المكرونه تكمل سواها في الصوص الخطير ده. في الاوريجينال ريسيبي بنضيف جبنه بارميجان، ممكن شويه من الكريمه، بس انا اكتفيت بالسبايسز اللي انا حطيتها والجبنه الموتزاريلا واللبن. انا اوريدي بحب الصوص بتاع المكرونه كده يبقى خفيف، مش بحبه تقيل قوي. في الوقت بقى اللي المكرونه بتستوي فيه الفراخ استريحت، هبدا اقطعها شرايح رفيعه. وبكده اتعملت احلى الفريدو فوتوتشيني باستا بمكونات سهله جدا، ما خدتش وقت خالص. واروح ضايف عليها الفراخ زي ما هي. وبكده عملنا احلى الفريدو فوتوتشيني باستا.